أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: شوبير يكشف عن أسباب استبعاد أكرم توفيق وعبد القادر من رحلة تنزانيا. قال شوبير: هتكلم بصراحة في استبعاد أكرم وعبد القادر، كولر مش راضي عنهم عشان كده تم استبعادهم، طلب منهم مزيد من التدريبات لتطوير مستواهم. أما فيما يخص البعثة في تنزانيا فقد تأخرت بعد الوصول في المطار نظرا لعدم وجود تأمين من هناك للفندق، وكان السفير شريف إسماعيل في استقبالهم. خبرنا الثاني: كولر في المؤتمر الصحفي اليوم: شاهدت 3 مباريات ليانج أفريكانز. قال كولر: شاهدت 3 مواجهات ليانج أفريكانز ودرست لعبته بشكل جيد، لم نتوقف عند كونه حامل للقب بطولة الكونفدريشن في وقت سابق، وإنما ننظر للأمام بشكل مستمر. كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة في الأهلي، نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين. خبرنا الثالث: تعرف على ما قاله محمد هاني في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة يانج أفريكانز. قال هاني: نسعى للفوز في لقاء الغد، هي مهمة ليست سهلة، هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين وإصرار على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة. خبرنا الرابع: تعرف على ما حدث في مران النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة الأخير استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز. تم السماح بحضور وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، خاض اللاعبون فيها فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندويا مخطط الأحمال. بعد كده أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، وقتها أغلق المران في وجه الإعلام. خبرنا الخامس: الضماطي يجتمع مع خالد بيبو في تنزانيا. عقد الضماطي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا اجتماع مع خالد بيبو للإطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمواجهة يانج أفريكانز والتأكد منه بأن الفريق جاهز لهذه المواجهة.